طب انتوا عارفين ان هي بيبقى فيها سموم عصبيه بتاثر على الجهاز العصبي المركزي، بتاثر على تركيزكم، ممكن تزود العصبيه. صح. اذا انا لازم اتاكد من المصدر اللي بجيب منه. ازاي بقى؟ انا عشان شايف ده سؤال مهم جدا. جميل قوي. احنا يعني السبانخ والماتشا بالذات والحاجات اللي هي الورقيات الخضراء، صحيح. لو هي مزروعه في تربه ملوثه ولا هي التربه فيها رصاص وكادميوم والبلاوي دي بتبقى فيها هي نفسها. صحيح. ازاي نتاكد بقى من السورس عشان الحاجات دي مفيده اصلا ولا مش مفيده كمان؟ بالظبط، هي الحاجه بنفسها مفيده تمام، لكن المشكله اولا الترويج الزايد، يعني ان انا اوهم الاشخاص او الناس يا جماعه دي حاجه فظيعه بتعالج كل الامراض. الكلام ده بيخلي الناس تتوجه توجه اخر وياخدوه على شكل علاج، وهو الموضوع مش علاجي، ده بيبقى بعض المكملات اللي بتدخل في حياتنا عشان تحسن الصحه. تاني حاجه، في حاجه اسمها ديرتي دوزن او بيسموها الدستة القذرة، اللي هي مجموعة من الأطعمة بتتزايد فيها احتمالات الإصابة بامتصاص السموم والملوثات. اللي هي ايه بقى؟ زي على رأسها طبعا السبانخ. يعني السبانخ دي سوبر هيلسي، معروفة جدا، المفروض انها سوبر فود جدا. بوتاسيوم ومغنيسيوم وسعرات منخفضة، بتظبط سكر الدم، ليها فوائد صحية كتير جدا. بس بتمتص المبيدات بشكل كبير، وبتمتص السموم بشكل كبير. فدي على رأسها. التوت بانواعه اللي هو التوتيات والستروبري الفراوله والحاجات دي كلها